بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده محشي مشكل، ان شاء الله فيديو يعجبكم. معايا كرنب اهوت. هتشيل الورق بتاعه كده. جايبه كرنبايه تجيبها من الفلاحه اهو معاكم. لازم تغسليها قبل ما تحطها في الميه السخنه، عشان الميه السخنه دي هتطلع منها تسوي على طول، فيبقى عليها تراب. لازم تشيلوا التراب دوت، تغسليها الاول اهو. والورق الاخضر ده برضو انا بستخدمه وبحطه معايا في الميه السخنه، عشان بحطه في قعر الحله وعلى وش المحشي عشان يكتم معايا المحشي، ما يخلوش يطلع ايه من الورق بتاعه، من الحشو بتاعه. هنشيل راس الكرنبة كده، بنشيلها بالسكينة ونخلي قلب، عشان قلبها ده انا هنحشيه. وتحطيه في ميه سخنه زي ما قلت لك، والميه السخنه بتحطي فيها معلقه ملح وليمونه معصوره اهو. عشان ايه؟ الليمونه دي والملح ده لو فيها ميكروبات ولا حاجه تقتلها، ما تخليش الحله تسمر معاكي. تحطها الاول على وشها، وبعدين تقلبها على ظهرها كده في الحله، وبعدين تطلعي بقى ورقه بورقه. وانا طلعت اهوت، ودي قلب الكرنبايه هنحشيها معاكم. وده بمسك اهوت الورق بقطعه اهوت، تقطعي شرايط مستطيله كده، انتوا ما شايفين كده اهوت، عشان تعرفي تحشيه اهو. معايا كوسه اهيت متقلبه، مطلعه قلبها يعني، بس هوريكم اتنين تعرفكم ازاي تطلعوا القلب بتاع الكوسه اهو. تقشرها كده من فوق، بتقشري قشرها اهوت، ومش عايزه تقشرها ما تقشرهاش. بعدين تطلعي قلبها بقى بالسكينه. انا بطلعه بالسكينه تحت الفاكهه، عشان ما يبص البوز بتاعها ميبقاش رفيع، ما يخرمليش ما يفتحليش الكوسه من تحت اهو. طلعي كده بيها، تشيلي القمع لحد البذر بتاع الايه الكوسه، عشان ما تفتحش معاكي من فوق. معايا برضو بتنجان اهوت، هوريكم برضو انا مطلعه قلبه برضو مقوراه، بوريكم اتنين اهوت. بتشيلي برضو قمع البدنجانه لحد البذر، عشان متفتحش معاكي من فوق اهو. معايا هنيجي بقى للخلطه بتاعته. معايا بصل، زي ما انت عايزه تحطي بصل، وبحتاج بصل كتير. انا حطيت في الاول الزيت على البصل دوت، بس ما طلعش معايا في التصوير. تحطي بقى السمنه يعني زي ما انت عايزه. دي سمنه بلدي جاموسي، وحاطه زيت زي ربع كوبايه زيت او نص كوبايه زيت، عشان الزيت بتديله لمعه كويسه بعد ما يستوي. دي سمنه بلدي اهيت. بتسويها يعني نص تسويه كده، ما تحمرهاش، عشان نص التسويه دي بتخلي البصل طعمه لذيذ وحلو. وتحطي بقى الصلصه اهيت على قد ما انت عايزه بقى. تحطي صلصه، حطي على قد الرز اللي هتعمليه. تحطي معلقه او راس توم كبيره. البهارات بقى فلفل، كمون، حاطه معلقه بابريكا، كزبره ناشفه، حطيت معلقه ملح. غسله الرز طبعا، بنحط اهوت الرز على الصلصه وبتقلبيه مع الصلصة اهو. انا يا جماعة المحشي اللي نعرفه عندي، مامتنا الله يرحمها معلمة المحشي هو صلصة وخضرة، والرز يبقى شوية خالص، هو خضار والخضرة بتاعتها، او صلصة والخضرة. هاي الخضرة قدها هنحط على المحشي كتير. معايا هنا هنحط 3 معالق ايه قشطة، بتخلي طعمه جميل وريحته جميلة على الخلطة بتاعت المحشي. وحطيت برضو في الاول طبق معايا حزمة نعناع كبيرة، حطيتها خرطتها وحطيتها على المحشي، بتديله طعم وريحة حلوة برضو. حزمة نعناع خضرة، ولو عندك نشا هي دي حزمة نعناع خضرة بتحطيها على الايه، على المحشي. ولو عندك نشف حطي. هنفرش بقى ارضية الكوسة هي بقلب الكوسة اللي احنا طلعناها من قلبها. انا اللي حشو الكوسة ما جاش معايا، عشان ما طلعش معايا في التصوير يعني، الكاميرا ما كانتش بتصور. بتسيبي لما بتحشي اي حشو، سواء كوسه ولا بدنجان ولا اي حشو يعني، بتسيبي شويه في الكوسايه او البدنجان من فوق فاضيه، عشان الرز بيزيد طبعا وما يطلعش بره كتير. بنفرش برضو تحت البدنجان بورق كرنب اهوت. ده بقى حشو البدنجان اهو. لازم تشوفي تسيبي شويه فاضيين في البدنجانه او الكوسايه، عشان الرز بيزيد وما يطلعش منك كتير اهو. لما بيستوي بيطلع كتير اهو، كله اتحشى اهوت. وبتحطي برضو لو في زيادة بتحطها كده، بتحشريها او بتنفسيها كده بين المحشي وبعضيه اهوت. ولو في حاجة زيادة تحطها على وش المحشي. معايا بقى شوربة، وحط عليها معلقتين صلصة وبهارات اهو. وتسقي بهم المحشي اهو. المحشي الحشو، المية بتاعت المحشي يا جماعة، حط لحد ربع المحشية من تحت مية او شوربة. معايا قلب بنحشي الكرنب اهوت. دي القلب بتاعها بتورقيه كل بين كل ورقة وورقة اهوت، وتحط شوية رز اهو قدامكم. بين كل ورقة وورقة تحط شوية رز وتقفلهم على بعضهم. بتحشي بقى الحشو عادي اهوت. تحط شوية رز صغيرين خالص في ورقة المحشي اهيت، وتلفها كتير. خلي ورقة الكرنباية كتير على الرز عشان ما تفتحش منه اهو. صغيرة خالص وجميلة خالص اهو. والمحشي يا جماعة حط لحد ربع مية او شوربة،
ما تحطيش فوقه او نصه، ربع هيسوى معاكوا. لو انت عايز ده هيديك المحشي مفرفر معاكوا. لو انت عايزاه طري شويه حط لحد نصه، واكتمي عليه غطا كويس خالص عشان يكتم معاكي، والميه الصغيره شويه دي هتسويهولك كويس. يبقى لحد ربع المحشي بتحطي من تحت، او لحد نص لو عايزاه طري. عايزاه مفرفر حطي لحد ربعه. هتشوفوا كله طالع مفرفر قدامكم اهوت ومستوي اهو، كله مفرفر خالص. وشفت الباذنجان في الاول والكوسه، وهنوريهولكوا تاني اهو مفرفر من جوه خالص، طعمه في منتهى الجمال وجميل خالص. بس اكتمي عليه الغطا كويس اهو. انا حطيت على وش محشي الكرنب ورق اخضر عشان يكتم معايا ويسويها بسرعه وكويس، عشان حط لها ميه شويه. وحطيه على اول ما الميه ما تغلي معاكي وطي عليه وسيبيه على نار هاديه بقى فترة، هيتم معاكي وتسوى معاكي كويس بالمية القليلة اللي انت حطاها دي. ولو انت سمعتوا الفيديو بتاعي يا حبايبي وعجبكم لحد دلوقتي اعملوا اشتراك ولايك واعجاب، اللي هو لايك يعني، واكتبوا تعليق حلو وجميل زيكم اهو. شايفين المحشي من جوه احمر وجميل ازاي اهو، مفرفر ازاي اهو. عشان حاطه ميه شويه بس، حطيه على نار عاليه الاول يغلي، وبعد ما يغلي وطي عليه النار خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.